انا لما بدات افكر في السيستم بتاعي او في المنظومه بتاعتي، قعدت مع ستاف التخدير، اتكلمت معاهم. زمان انا هقول لك على الاعتبارات بتاعت الناس العاديه لما جت تفكر في التخدير، تفكيرهم ازاي. انا جراح، لو سمحت يا دكتور، بتقول للتخدير نيم المريض عشان انا اعمل عمليه. انت الهيرو، انت البطل، انت اللي هتعمل العمليه. انت نيم المريض وعشان انا اعمل عمليتي، مش مهم اي حاجه تانية، وبصحيه بعد ما نخلص. الموضوع مختلف. انا قعدت مع التيم، يا جماعه لا، القصه مش كده خالص. احنا 50% من نجاح العمليه. انا 50% ان انا اعمل عمليه حلوه جدا، وانت كدكتور تخدير 50% ان انت تنيم المريض ده كويس. كويس دي يعني انت عايز تنيم المريض سيف، تحضره مظبوط، تنيمه بطريقه كويسه، وتستخدم نوع التخدير او البنج المناسب ليه جوه العمليات، تقومه نفسه كويس وما عندوش الم وما عندوش مشاكل بعد العمليه. لا، دي نقطه مش سهله، دي نقطه يعني لازم تتعمل مظبوط، ويبقى لها سيستم ومنظومه كامله عشان تعملها.